يا مساء الخير والجمال. النهاردة جايين نكمل مع بعض المرحلة الثالثة لمدينة العالمين الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، وموقعها المميز يجعلها بوابة مصر على أفريقيا، فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة وجذب عدد من الشركات الاستثمارية. والنهاردة هنستعرض مع بعض معظم أو بعض لأسعار الشقق وأسعار المحلات. خليكم معايا لنهاية الفيديو عشان نقدر نشوف مع بعض الأسعار في مدينة العالمين الجديدة عاملة ايه، وبالنسبة للشواطئ وبالنسبة للفلل والمحلات والشقق في العالمين الجديدة. وهنشوف مع بعض برضو الأبراج اللي هي تحت الإنشاء ما زالت، والطرقات والممشى السياحي اللي هو بيصل ما بين الأبراج وما بين الشواطئ وما بين المحلات وما بين المولات في مدينة العالمين. وما زال الإنشاء زي ما احنا شايفين كده شغال، والشركات على قدم وساق شغالة بتستعد ان شاء الله للصيف الجديد اللي تحصل مدينة العالمين المرحلة الثالثة ان شاء الله تلحق الصيف الجديد بأمر الله. نشوف مع بعض كده بعض الشقق اللي هي اسعارها يعني يتراوح ما بين المساحات بتاعتها 100 متر، ما بين 120 متر ل 500 متر ل 150 متر 250 متر 300 400 على حسب المساحات بتختلف طبعا الأسعار. يعني مثلا بالتقريب نقول مساحة 100 متر بتكلف تقريبا 4,585,500. شقة مثلا 121 متر بتكلف 5,483,115. شقة مثلا 150 متر بتكلف 7,175,250. مثلا شقة 194 متر بتكلف 9,053,000. وفي كمان شقق تانية بإطلالات مباشرة على البحر بتتراوح أسعارها ما بين، وهي بتعتبر شقق فندقية طبعا، بتتراوح ما بين 9,100,000. شقة تانية بإطلالة مباشرة برضو بتكلف 20,976,000. كمان واحدة 8,456,476. في واحدة كمان بسعر 9,682,151. شقة رابعة ب11,222,347. وزي ما احنا شايفين الشاطئ بتاع العالمين والابراج المطلة على المية بيكون لونها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي. طبعا قمة الابداع والروعة والجمال سبحان الله في خلقه. البحيرة دي او البحر ده عاملينه ازاي؟ طبعا دي بحيرة صناعية عاملين لها امتداد من الشاطئ البحر وحفر لها عشان تقدر تدخل عن طريق قناة كده من تحت الجسر اللي احنا هنشوفه دلوقتي. وهو اللي احنا شايفينه القناة دي عاملين لها امتداد عشان تقدر تحيط بجميع الابراج، بحيث يبقى كل برج ليه مطلات على المية وليه مطلات على البحر بألوانه الجميلة والساحرة البديعة دي. وطبعا بامتداد المية اللي احنا هنشوفها دلوقتي من خلال القناة اللي احنا برضو هنشوفها حاليا، هتصبح كل الأبراج وكل الشقق بتطل على البحر وعلى المياه اللي هي الفيروزية اللي احنا شوفناها من شوية وخدنا بالنا منها. طبعا هنا القناة دي اللي احنا بنبص عليها دلوقتي كده دي تحت الجسر بتمر وتحت الكوبري عشان تقدر تمتد بينا للمنطقة اللي هي الصناعية الجديدة التانية اللي احنا بنشوفها دلوقتي. وكل دي الأبراج دي لسه تحت الإنشاء وبتكمل في الإنشاء بتاعها. وزي ما احنا شايفين كده كل ده تحت الإنشاء لسه. وهنا الأبراج اللي هي خلصت يعتبر، الشقق اللي هي بتجهز وبتتشطب ما زالت. وهنا هو كده بنطل على البحر والمية اللي احنا شايفينه هو ده كده ممتد من البحر زي ما احنا شوفنا ووريتكم من شوية صغيرين. دي بقية البحيرة اللي هي ممتدة من خلال الجسر اللي هو من تحت الجسر بالقناة اللي احنا شوفناها من شوية. وهنا ده الممشى اللي هو لسه تحت الإنشاء، هيكون ممشى سياحي برضو ما بين الأبراج وما بين المولات، بيوصل للمحلات والمولات كلها. وطبعا هنا كده يعتبر الشاطئ بتاع المدينة اللي كلها اللي هي مطلات برضو الأبراج اللي بتبص على
البحر وعلى الشاطئ. وهنا كده نتمشى شوية ونبدأ نروح نشوف أسعار. خليكم معايا عشان نشوف أسعار المحلات وفي المولات، وأسعار إن كان إيجار أو شراء وبيع أسعارها عامل إزاي. وهنا يعتبر في محلات للإيجار ومحلات للبيع. هنستعرض مع بعض برضو أسعار كده، جولة سريعة في أسعار المحلات كبيع أو إيجار. في محلات إيجارها يعني يتراوح ما بين 5 مليون و3 مليون و2 مليون إيجار في السنة. وفي محلات تانية بتبقى بيع وشراء على حسب مساحة المحل برضو وعلى حسب موقعه. في محل بيعتبر أرضي بالقرب من الممشى السياحي بيع بيكون سعره 5 مليون و700 ألف. في كمان محلات تانية بجوار الأبراج مباشر ب1 مليون و200 ألف. في كمان وحدة تجارية مؤجرة بتكون سعرها 6 مليون و800 ألف. في كمان مطعم وكافيه للبيع بجوار الأبراج ب1 مليون و300 ألف. في محل آخر 500 متر ب1 مليون، بس ده بجوار الأبراج ولكن بعيد عن الشاطئ. محل كمان ب9 مليون في بجوار الأبراج. كمان في محلات للإيجار بتبقى 1,800,000 ألف. في كمان إيجار ب900 ألف، بس على حسب موقع المكان وعلى حسب القرب أو البعد من الوحدات السكنية بتختلف الأسعار من إيجار أو بيع وشراء. وكده في نهاية الفيديو اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما ننساش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ومع وصولنا كده للنهاية يا رب اكون قدرت افيدكم بالاسعار بخصوص الايجار والبيع والشراء، ويا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم. اتمنى اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب باذن الله. اسيبكم بقى تكملوا جولتكم مع محلات العلمين الجديدة. باي باي في فيديو جديد، مع السلامة.